السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. اليوم جيت لكم بحلقة خاصة ومميزة بمناسبة عيد العرش المجيد 2025. في هذا الخطاب ديال هذا العام جلالة الملك محمد السادس نصره الله تكلم على بزاف ديال المواضيع اللي كتهم كل مغربي ومغربية، وغادي نلخصها لكم بطريقة بسيطة وقريبة لقلوبكم. اول حاجه هضر عليها الملك ديالنا هي الموارد المائيه ومواجهه الجفاف، حيت الملك ديالنا نبهنا الوضعيه ديال الماء في بلادنا، وقال خاصنا نزيدو في السرعه باش نكملوا المشاريع ديال السدود ونربطوا الاحواض المائيه ببعضها. وزاد وقال ان الحل الجذري هو تحليه مياه البحر، وغايتنا نوصلوا نغطيو اكثر من نص من الحاجيات ديالنا بالماء حتى 2030. وماشي غير هكاك، راه دعا باش يكون عندنا صناعه وطنيه قويه في هذا المجال. الحاجة الثانية الأمن الطاقي والتحول الأخضر. الملك ربط الماء بالطاقة وقال خاص تحلية الماء تكون مرتبطة بالطاقة النظيفة، ودعا باش نربطوا الطاقات المتجددة خاصة اللي كاينة في الجنوب بالشمال باش نستافدوا منها كاملين. هادشي غادي يعاون بلادنا وتحافظ على الاستقلال الطاقي ديالها وتبقى خضراء ونظيفة. ثالثا القضية الفلسطينية. الملك ديالنا كالعادة ما كينساش فلسطين، أكد على دعم الكامل ديالو وطلب من المجتمع الدولي يلقاو حل نهائي وسلمي، وذكر بفكرة حل الدولتين كطريق للسلام والاستقرار في هذيك المنطقة العزيزة علينا كاملين. رابعا التنمية الوطنية الشاملة، وختم الخطاب بالتأكيد على حاجة وحدة ومهمة بزاف اللي هي التنمية ماشي غير شغل الدولة، ولكن التنمية هي شغلنا كاملين، خصنا كاملين نشاركوا فيه، من المواطن البسيط للقطاع الخاص، الجمعيات، للطلبة، للمرأة، للرجل. الملك دعا للتعاون بين الدولة والشعب، وقال أن الاستقرار ما يمكنش يكون إلا بالتنمية، وأن البلاد محتاجة لكل ولادها. خطاب العرش 2025 كان واضح صريح وكيعطي خريطة الطريقة للمستقبل: ماء، طاقة، فلسطين، وتنمية عادلة. وحنا كمغاربة كل واحد فينا خاصو يعرف شنو الدور ديالو ويخدم من بلاصتو.